مرحبا، رح نحضر مع بعض المشروم بانيه. بدنا 300 جرام من المشروم الفريش، بدنا معلقتين صغار نشا ذرة، نص كوب أو 3/4 كوب من البقسماط أو الأرشلة، 4 حبات تومة كبار مدقوقة، عصير ليمونتين، بدنا ملح، فلفل، جنزبيل مطحون وشطة أو البابريكا اللي حرة. أول إشي رح نسويه رح نخلط التومة مع البهارات وعصير الليمون. رح ندير المشروم الفريش فوق هاي الخلطة ونقلبهم منيح حتى يمتزجوا. إذا بتحبوا يكون حامض أكتر تقدروا تضيفوا عصير كمان ليمونة، بس أظن ليمونتين بكفي. هلا بنتركهم شوي مع التقليب كل يعني 3 دقايق عبال ما ياخدوا النكهة تبعت التومة والليمون والبهارات. بعد ما نقعناهم لفترة صغيرة بالتتبيلة اللي حضرناها، هلا رح ناخد وحدة وحدة ونغطها أول إشي أو نتبلها أول إشي بالنشا. بعد ما تبلناها بالنشا رح نتبلها بالبقسماط أو الأرشلة، نتأكد إنها تغطست منيح عشان هي أذكى إشي إنها تكون مغطسة منيح بالأرشلة، ونحطها على جنب. بدنا نستمر بهاي الطريقة حتى نكمل كل حبات المشروم اللي عنا، نغطسها منيح بالبقسماط وبالنشا. بعد ما جهزنا كل حبات المشروم عنا وتبلناهم بالبقسماط او الأرشلة، هلا عنا هون مقلاية حطينا فيها كمية منيحة من الزيت، وبعد ما قدح الزيت عنا رح نبلش نضيف المشروم. بنخليه على نار عالية ومن لحد ما يتقلوا منيح بنرفعهم على النار. هيك صار عنا المشروم بانيه جاهز. وصفتنا زاكية كتير وبتقدروا تقدموها كنوع من أنواع المقبلات. صحتين وعافية، ما تنسوا تعملوا لنا لايك، سبسكرايب وشير.